أنا عندي كلاينت عنده 15 سنة. عمره 15 سنة. لا. وبمرنه وعمل نتيجة كويسة قوي. أنا بمرن يعني والده ووالدته وأخته، وبالصدفة أهله بلغوني قالوا لي ده هو حد اداله ستيرويدز. لا إله إلا الله. والله عمره 15 سنة. 15 سنة. هو 15 سنة ليش يتمرن؟ بس موضوع ثاني. لا بيتمرن، الولد بيتمرن وهو بطل، بيلعب تايكوندو وبتاع، ويعني جامد وبيسافر بطولات وبتاع. فبلغت، فوالدته قالت لي كذا كذا وبعتت لي صورة الحاجة. ايه ده ازاي؟ طب هاتي لي رقم الشخص اللي اداله الحاجة. لو هو اخد جروس هرمون بدون اشراف طبيب وبدون تحاليل 80% ممكن يجيله كانسر. لا طبعا لازم، لان هو التحليل ده هيبين له الرينج بتاعه قد ايه. يعني هو الجروس هرمون ده في جسمه، الكانسر سيلز والخلايا السرطانية دي عاملة ازاي او مقدارها قد ايه، وفي نورمال رينج من كذا لكذا. فلو هو اصلا عنده احتمالية ده يحصل، فخد الجروس هرمون فزود له القصة دي. فلازم تحليل، لازم. لو انت عايز تخش بطولة العالم وانت خلاص هتكرس حياتك للبطولات ومستر أولمبيا، ما عنديش مشكلة، بس تابع برضو مع دكتور يتابع معاك الحتة دي. غير كده ملهاش لازمة. أصل أنت هتاخد هرمون على إيه؟ هتبوظ. أنت خد بالك، أنت برضو بتحسبها على المدى القريب. أنا عايز أطلع وأعمل 6 باكس وبتاع وأبقى معضل وشكلي حلو، بس أنت بتدمر نفسك من جوه. مش يدمر يعني، إيش الضرر؟ بيأثر على الكبد طبعا، الليفر، الكدني، البروستاتا ممكن يعمل التهابات فيها. الهرمونز طبعا تلخبط الهرمونز تماما. تستوستيرون ليفل، الاستروجين، الاف اس اتش، معدل التجلط بيعليه جدا. فطبعا خطورته، بس الناس مش فاهمة ده. لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.